كاميرا تاع التليفون تصور خير من كاميرا بروفيسيونيل. 3 نقاط نحطموا هذه الاشياء. رقم واحد، السنسور تاع الكاميرا اكبر من السنسور تاع الهاتف ب 10 اضعاف. ثم دير في بالك مليح، السنسور كيما البروسيسور، كل ما يكبر السنسور كل ما يستقبل اضاءه اكثر، يقدر يعالج معلومات اكثر. ابسط مثال، كي تنقص الاضاءه راح تطيح الكاليتي تاع التليفون، الفرق يكون ملحوظ بزاف. وثاني حاجه، دايناميك رينج هو التعرف على الالوان في الاضاءات المرتفعه والاضاءات المنخفضه. ثم دير في بالك مام تليفون حتى هو بغى يعالج هذه النقطه بالذكاء الاصطناعي وكري حاجه يقولوا لها اش دي ار، يصور 3 صور بصوره واحده ويقوم بدمجهم، ماشي ديما تصلح هذا. والحاجه التروازيام ميجا بيكسل، واش معناها 120 ميجا بيكسل 64 ميجا بيكسل هذه واش معناها؟ تما ابسط مثال هي حجم تاع الصوره، نضرب الطول في العرض يعطيني شحال ميجا بيكسل. تما هذا ابسط مثال. توجور في التليفون نلقاو الميجا بيكسل مبالغ فيه، يوصل حتى 120 ميجا بيكسل. تما هذه اللي راني شافي لها ما يعنيش انه كاليتي. تما ما تهمنيش انا الحجم تاع الصوره، تهمني الجوده نتاعها. بار اكزومبل كيقول لك 12 ميجا بيكسل، الحاجه اللي تستحق في هذه تسمى في الطباعه، ابار الطباعه ما تستحق حتى حاجه.